اللي يقولك الدولار على نهاية السنة هيبقى بكذا قوله كان غيرك أشطر. ده في بنوك عالمية بجلالة قدرها بتغير توقعاتها لسعر الدولار كل شهرين. انت متخيل ان بنك ال HSBC كان متوقع الدولار يبقى ب 32 جنيه ونص وده من شهرين، ودلوقتي بيقولك الدولار هيبقى ب 37 جنيه ونص، يعني 5 جنيه زيادة مرة واحدة كده. فيا ترى ليه البنك العالمي غير توقعاته؟ وهل ممكن نثق في كلامه بعد اللي حصل؟ طيب ليه التصميم على ارتفاع الدولار؟ وهل ده معناه اننا في انتظار تعويم جديد للجنيه؟ وازاي ده هيأثر على قرارات البنك المركزي في اجتماعه يوم الخميس اللي جاي؟ كل الإجابات دي هنعرفها في الفيديو ده. أنا آية الوليلي، كمل معايا الفيديو للآخر عشان تعرف كل التفاصيل. في يناير اللي فات بنك HSBC توقع وصول الدولار ل 32 جنيه ونص، وساعتها كان الرقم صادم لناس كتير. بس دلوقتي المشكلة بقت أكبر. طيب ليه؟ ببساطة كده، بنك HSBC في التقرير القديم كان عامل حسابه على زيادة التدفقات الدولارية لمصر، بس ده ما حصلش، علشان كده عدل توقعاته في التقرير الجديد. كمان اتكلم عن مشاكل بتواجه مصر وتزود الضغط على الجنيه، وهي ارتفاع الدين الخارجي، خصوصا ان التزامات السداد على مصر في 2023 حجمها بقى كبير. وكمان عندك زيادة تكلفة الدين المحلي بسبب ارتفاع أسعار الفايدة وارتفاع معدل التضخم، وأخيراً تسجيل صافي الأصول الأجنبية للبنوك وهو رقم سلبي. المقصود بصافي الأصول الأجنبية هو حجم الأموال اللي بيمتلكها البنك ومخصوم منها التزاماته بالعملة الأجنبية برضو. فلما يكون الرقم سلبي ده معناه ان التزامات البنك بالعملة الأجنبية أكبر من موارده، وطبعا ده بيضغط على الجنيه بسبب نقص العملة الأجنبية. دلوقتي بقى نيجي لآخر سؤال، ايه علاقة تقرير بنك ال HSBC باجتماع البنك المركزي يوم الخميس الجاي؟ ال HSBC شايف ان المركز المصري مضطر لرفع الفايدة بنسبة 3%، وده في اجتماعه اللي جاي علشان يواجه التضخم، خصوصا بعد تثبيتها في الاجتماع الأخير. كمان حط في اعتبارك تقرير بنك السوسيتي جنرال اللي توقع ارتفاع الدولار ل 34 جنيه في نهاية مارس، وده يخلينا نسأل، هل ممكن البنك المركزي ينفذ تخفيض جديد في قيمة الجنيه في الاجتماع اللي جاي، ولا هيكتفي بتحديد أسعار الفايدة وبس؟ في الحقيقة مفيش حد يقدر يقولك توقع حاسم، وده اللي وضحه الخبير الاقتصادي هاني توفيق لما قال إن أي تنبؤ بالأحداث لازم يكون مبني على تثبيت بعض الظروف، لكن في وقت الحرب أنت ما تقدرش تتحكم في ده. علشان كده أي توقعات بخصوص معدل التضخم أو قيمة العملة أو عجز الموازنة درجة الثقة فيها هتبقى صفر. فهل ده رأيكم انتوا كمان ولا إيه؟ شاركوني برأيكم في التعليقات.